السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم بغيت نحضر معكم لي كاب كيك بالشوكولاته. عندنا في المقادير عندنا كاس تاع الحليب، ما كاملش كاس الزيت، كاس لاروب تاع سنيده، جوج بيضات، هذه قشره تاع الليمون محكوكه، واخا دايره الفاني درت القشره كيجيو زوينين بجوج، واحد الفانيلا وجوج ساشيات تاع الشوكولاط الغبره. وعندنا باش غنزينو بهاد لي بيبيت، انا دايرهم هنايا حيت كنديرهم في الفريزر. وعندنا الدقيق اللي غربلناه. نبداو على بركه الله. بسم الله. نضيفو جوج بيضات، البيض راه خرجتو قبيله. نضيفو ليهم هاد السنيده، وغادي نطربوهم حتى يولي اللون ديالهم بلاتي بعدا كنسيت نعاودو لهم طراجين. نضيف لهم شويه د الملحه وقريصه د الملحه باش يتفاد الذوق ديال الكاب كيك ديالنا. صافي غنبداو نضربو. انا غادي نطربهم مزيان حتى يضاعف الحجم ديالهم ويبيض وغنطلقهم. هذا البيض ديالنا اللي طربناه هانتوما كتشوفوه ولا ابيض بزاف ولا بياض ولا الحجم ديالو تضاعف. دابا غادي نضيفو الزيت. بسم الله. وغنطربو وغنضيفو حتى الحليب. ها هو ونضيف الفاني ونضيفو عليه هاد القشور تاع الليمون البرتقال، كيعطي واحد المذاق زوين. كيجي هو بعدا كاين هاد الليمون، كيجي هاد القشورات الليمون كيجيو مع الشوكولاط. اي حاجه فيها الشوكولاط كديري معاها الليمون كتجي زوينه. صافي هنايا غنبقاو نديرو الدقيق. نشوفوا شحال غادي يطلب لينا تاع الدقيق. هنا البنات الدقيق ضروري يكون مغربل. غنشوفوا شحال غتطلب لينا هنا تاع الدقيق. وغادي نضيفو هنايا واحد جوج خمارات. ما عرفتش قلتها لكم في الاول ولا لا، ما عقلتش. هما جوج خمارات. وغنديرو الدقيق. غنشوفوا شحال غادي يحتاجو هنايا تاع الدقيق. صافي وغادي نضيف هنايا هاد جوج ساشيات تاع جوج ساشيات تاع هذا استغفر الله العظيم،
شوكولاط غبره. هنا البنات الا بغيتو هاد الكاب كيك ديالكم تصدق لكم مزيان، ما خاصش العجين هاد الخليط يكون جاري، يكون خفيف، خاصو يكون شويه ثقيل. منين ديروا هكايا ويعطيكم واحد الشكل راه مزيان. هنايا طلب لينا 2.5 كيسان تاع طحين. هذا الخليط ديالنا ها هو وجدناه. هانتوما قلت لكم راه خاصو يكون هكا ثقيل باش ما تهبطش لكم. انا كاضافه اللي ما بغاش ما يديرهاش، عندي هاد الفيرميسيل تاع الشوكولات. كتعرفوا الدراري الصغار كيموتوا على شي حاجه سميتها الشوكولات، باش يجيو عامرين من الوسط، ما يجيوش غير الكيكه بوحدها. واحد الحاجه، انا راه درت معلقه تاع الخل، مشات ليا مع المونتاج ما بانش، وقيلا ما كنتش كنفيلمي وكيصحاب راسي كنصور. المهم راه درت معلقه تاع الخل في اخر حاجه، درت معلقه تاع الخل صافي. دابا نجيو لهاد المرحله هادي. عندي انايا هاد الطاوه هادي فيها هاد لي كاب كيك. صافي وغنبقاو نهزو بشويه بشويه باش ما نعمروش هادشي. هادو زوينين يديوهم معاهم الدراري للمدرسه، بعد ما تمشي تشريوهم من الحانوت وكيديروا فيهم دوك المواد الحافظه. مرة ساهلين غير كيوجدوا، ما فيها باش تصايبوهم للدراري، راه زوينين. كاينين دوك القوالب اللي ما كيحتاجوش كاع نهائيا لهذا المول، دوك اللي كيكونوا شويه قاصحين، هذوك حتى هما زوينين. كاع اللي ما عندوش هذا المول هذا يدير هذوك الا كانوا متوفرين عنده. صافي وغادي نستمر فحال هكا حتى نعمر هادو كاملين. بعد ما عمرنا هاد لي كاب كيك ديالنا ها هما كاملين، غادي نجيبو هاد لي بيبيت تاع الشوكولات. انا درت لهم شويه تاع الطحين وغنزينوهم، اللي بغا يديرهم اللي ما بغاش ما يديرهمش، ماشي مشكل. كيعطيو منظر زوين. انايا راه منين كنت كنحط المقادير كنت شعلت الفران، هما كيبغيو الفران شويه يكون سخون باش غتحطهم يطلعوا. كنفرغوا منهم كاع داك الهواء اللي كيكون. ودابا في هذه المرحله غادي ندخل، كاينين الناس كاينين اللي كيدخلوهم للثلاجه نص ساعه، هي راه مزيانه لهم باش كيطلعوا مزيان وكيشدوا واحد الشكل. انايا ما مسالياش ديك نص ساعه، خاصني نوجدهم قبل ما يجيو الدراري، وهي هذيك يكونوا باردين باش ياكلوهم باردين شويه. ودابا غادي ندخلهم للفران يطيبوا. وهذه وحده خليتها بردات شويه وحليتها باش تشوفوها معايا كي كتجي من الداخل. شوف كي جات عامره بالشوكولاط من الداخل، تبارك الله كيجيو فنين. وها هما تحمروا وطابوا مزيان. شتي
اللور ديالهم كيجيو زوينين ومحمرين وجو خفافين. احسن حاجه انهم جاو خفافين بزاف، شتيهم ما جاوش قاصحين، ما جاو خضرت فيهم الدقيق ما جاوش قاصحين، يعني كيف كنقولوا حنايا مدقسين، جاو خفافين وهشاشين بزاف. هانتوما وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك ديالنا. هانتوما شوفوا كي كيجيو كبارين وهما طالعين وجاو فنين وكيصدقوا 100%. انا واخا ما خليتهمش في الثلاجه كيف ما خاصهم يكونوا، المهم طلعوا. هانتوما شوفوا كي كيجيو وتبارك الله راه عطاو لينا غشي داك القياس اللي درت قدامكم. هانتوما شوفوا شحال خرج ليا، ها هو كامل اللي وريته لكم كامل خرج ليا هادشي. ولا مشيتي تشريهم راه غتشري غير جوج حبات بجوج دراهم. هانتوما شوفوا كي كيجيو زوينين وناجحين تبارك الله، جاو فنين طالعين وكلشي. والديكور ديالهم اللي بغى يدير السكر كلاصي يرشه واحد الرشه خفيفه د السكر كلاصي يديرها. انا حيت ديجا دايره فيهم داك الكاس اللارو تاع السكر، ما بغيتش نكثر السكر. الله يجعل البركه. وكنتمنى تدعموا القناه وديروا لايك كومونتير. اللي ما مابونيش يتابونوا. السلام عليكم.